غمض عينك ثانية وفكر معايا ايه اللي بيخلي رمضان 2026 مختلف عن اي سنة فاتت. مش بس الفانوس الثري دي المنور في البلكونة، ولا حتى شاشات العرض اللي مليانة في الشوارع وبتقول لنا فاضل كام ثانية على اذان المغرب. الاجواء الحقيقية في التفاصيل اللي ما بتموتش. تخيل شكل السماء النهاردة، مآذن المساجد منورة بنور ابيض هادي بيعانق السحاب، وصوت التواشيح في الراديو وفي اليوتيوب وفي كل حتة بيحسسك ان الارض نفسها بتتنفس سكينة. ولا ريحة التقلية اللي طالعة من بيوت الجيران ساعة العصر، والشارع اللي بيبدأ يهدى تدريجيا كأنه بيحبس أنفاسه قبل الأذان. اللحظة دي في 2026 لسه ليها سحرها الخاص، بالرغم من إننا في عصر السرعة والذكاء الاصطناعي. بس في اللحظة دي الزمن بيفرمل، وبنشوف الدليفري اللي شغال 24 ساعة واقف بيوزع تمر في الشارع، وبتاع التاكسي اللي عمال يجري طول اليوم بيوزع عصير على الماشي. اللوحة دي هي اللي بتثبت إن الروح المصرية والعربية زي ما هي مهما اختلف التاريخ لسه بخيرها. لو فاكر إن رمضان مجرد صيام وتراويح استنى، لأن اللي هحكيه لك النهارده عن رمضان هيخليك تحس انك بتكتشف رمضان لأول مرة. خلوني الاول احكي لكم قصه حصلت معايا من يومين بالظبط. كنت ماشي في شوارع ضيقه صغيره في السيده زينب، ومعايا موبايل حديث من 2026 ومشغل فيه الجي بي اس عشان اوصل لعنوان خيمه رمضانيه الكل بيتكلم عنها على السوشيال ميديا وطلع ترند. الموبايل فجاه عمل مني ايرور وفصل شحن، وقفت في نص الزحمه تايه وسط دوشه العربيات والخرايط اللي خذلتني، وفجاه سمعت صوت خروشه ورق سلوفان وضحك طالع من دور ارضي قديم. بصيت لقيت راجل عجوز لابس جلابيه بيضه ونضاره قرايه ماسك مقص وبيلزق نجمه من ورق جرايد قديم بيلزقه بالنشا، وجنب منه حفيده الصغير ماسك فانوس صفيح، ايوه هو القديم بتاع زمان ابو شمعه، وبيحاول يثبت فيه الشمعه عشان تولع. الراجل بص لي بابتسامه رايقه وقال لي انت تايه يا ابني ولا ايه؟ ولا ريحه التقليه هي اللي جابتك هنا؟ قلت له بكسوف والله يا حاج الموبايل فصل مني وتهت وما بقتش عارف اللوكيشن فين وضاع مني. قال لي بكلمه واحده لسه رنه في ودني لحد دلوقتي، في رمضان يا ابني مفيش لوكيشن بيضيع، اتبع صوت التراويح وريحه البخور، واول ما تلاقي لمة عيلة وضحك طالع من القلب اعرف ان انت وصلت. في اللحظة دي عرفت اننا مهما جرينا ورا التكنولوجيا وصلتنا الحقيقية هي الناس واللمة والاصل. وكلام الحاج ده خلانا افكر، هو احنا روتيننا في 2026 بقى عامل ازاي فعليا؟ تعالوا نرسم مع بعض الصورة ونبدأ بالسحور الذكي. زمان كان المسحراتي بيجي يخبط على الباب، انما دلوقتي بقى في سمارت بيصحيك بصوت النكشبندي، وتطبيقات بتقيس نسب السكر في دمك وتقول لك اشرب ميه زياده عشان بكره صيامك يبقى مريح. بس لسه طبق الفول اللي بالزيت الحار هو البطل اللي ملهوش بديل حتى واحنا في 2026. نيجي للعمل والدراسه، اغلب الشغل دلوقتي بقى اونلاين، فبقت الشوارع الصبح فاضيه والناس بتشتغل من تحت البطانيه وهي مستنيه صلاه الظهر. ونيجي للعزومات الديجيتال، دلوقتي ما بقاش في عزومات من غير جروب واتساب بيتحدد فيه نوع المنيو عشان ما فيش اكل يتكرر. لا والجديد بقى اننا بقينا بنبعت لوكيشن العزومه بالكيو ار كود اللي موجود في قائمه الطعام. ولكن لسه خناقه مين يغسل المواعين بعد الفطار هي الترند اللي مش بيموت. روح للتراويح والهدوء الرقمي، اجمل حاجه في 2026 هي الهروب. الصايمين بقى بيسيبوا موبايلاتهم في البيت عن عمد وهم رايحين الجامع عشان يعيشوا ال 45 دقيقه بتوع التراويح في خشوع حقيقي، لان الجامع ده هو الواحه اللي احنا بنهرب منها من دوشه الاشعارات والترندات. ولسه كلام الراجل بتاع السيده زينب ان مفيش لوكيشن بيضيع في رمضان لسه رانن في وداني. وعشان اثبت لنفسي ان كلامه صح قررت افتح اللوكيشن العالمي واشوف هل فعلا في 2026 لسه الناس بتتبع صوت التراويح واللمه مهما اختلف البلاد، ولا الراجل ده كان بيفتي عني. والحقيقه اللي شفتها خلتني اتاكد ان رمضان هو اللغه الوحيده اللي العالم كله بيتكلمها من غير ترجمه. خلونا نبدا الاول بمحطه الخليج، الحداثه اللي بريحه العود، واول محطه كانت في دبي والرياض. في 2026 التطور هناك واصل للسماء. الخيام الرمضانيه بقت عباره عن تحف معماريه ذكيه بتتحكم في درجه الحراره والروايح بضغطه زرار. بس انت عارف ايه اللي لسه بيربطهم بكلام الحاج بتاع السيده زينب؟ انك لسه بتشوف الغبقات الرمضانيه واللمه في البر تحت النجوم. الناس بتسيب ابراج السحاب وتنزل تقعد على الرمل، يشيبوا نار ويشربوا القهوه العربي ويقعدوا يحكوا حكاوي من بتاعه زمان. والتكنولوجيا هناك خلتهم ينظموا افطار صائم لالاف الاشخاص في ثواني. بس لسه التمريه اللي بتتقدم بابتسامه هي اللي كانت بتتقدم من 100 سنه. وثالث محطه وهي المغرب العربي، اصل الذوق، وطرت بعدها على المغرب وتونس. هناك لسه الذوق والشوارع القديمه ليها هيبه، والناس اللي هناك متبعين بوصله تانية خالص وهي صوت النفار المسحرات المغربي. بالرغم من ان كل واحد معاه ساعه ذكيه بتفكره بميعاد السحور، بس هيفضل صوت النفار في شوارع مراكش وفاس
هو اللي بيحسسهم ان رمضان بدأ، ولسه الحريرة والشبكية هم ملوك السفرة، واللمة العائلية هناك حاجة مقدسة، لدرجة ان هم بيفصلوا الواي فاي وقت الفطار عشان البوصلة ما تتوهش وسط السوشيال ميديا. ورابع محطة وهي الغرب، وانا بقلب في اللوكيشن وصلت لندن ونيويورك. زمان الصايم هناك كان بيحس بوحدة شديدة، ولكن في 2026 الوضع اختلف تماما. بقى في شوارع بتنور بزينة رمضان بشكل رسمي، والمسلمين هناك عملوا فطار مفتوح في الميادين العامة، وبقوا يعزموا جيرانهم من كل الجنسيات. البوصلة اللي الحاج قال لي عليها وصلت لهناك، وبقوا بيعرفوا بيوت المسلمين من ريحة البخور وصوت صلاة التراويح اللي طالعة من المراكز الإسلامية. وهناك في رمضان ما بقاش مجرد عبادة، بقى جسر بيعرف العالم كله يعني ايه كرم وإنسانية. يعني يا جماعة من السيدة زينب للندن، ومن لندن لدبي، ومن دبي للمغرب، ولفه كبيره. اللوكيشن فعلا ما بيضيعش، بالرغم من اننا في 2026 وبنستخدم ميتافيرس والذكاء الاصطناعي عشان نوصل اقرب، لكن لسه الروح هي اللي بتسوقنا. التكنولوجيا خلتنا نشوف بعض فيديو كول على السحور لو احنا بعاد، ولكن الوجع الحقيقي لسه موجود، هو انك ما تكونش وسط اهلك على الحقيقه. لو انت دلوقتي بتتفرج عليا من بره مصر، قول لي بتفطر الساعه كام؟ وايه اكتر حاجه بتخليك تحس بريحه بلدك وانت في الغربه؟ وخلونا نجمع بوصله للمغتربين في الكومنتات. وبعد ما لفينا العالم في 2026 وشفنا ان نص يومنا بقى ديجيتال، لازم نسال نفسنا سؤال واحد: هو ليه رمضان ليه لسه الهيبه دي؟ ليه مهما اتطورنا ومهما شاشاتنا كبرت ومهما بيوتنا اتغيرت بنفضل نحس اننا عيال صغيره قدام فانوس رمضان؟ ولكن الميزه الاولى والسر الكبير هو السكينه اللا اراديه. في 2026 العالم بقى سريع بشكل مخيف، اشعارات، اخبار، ضغوطات، ولكن رمضان بيجي يسحب الفيشه. الشهر ده هو الريست الرباني لروحك. والميزه هنا طبعا مش في الاكل ولا في الخروجات، الميزه في الهدوء اللي بيملى قلبك وانت بتصلي التراويح، والشعور انك اخيرا قدرت تنتصر على عاداتك وتتحكم في يومك. تاني حاجه وهي اللمه اللي ما فيهاش واي فاي. الميزه التانيه هي الونس الحقيقي. احنا في 2026 بقينا متصلين ببعض بالانترنت طول الوقت، ولكن رمضان هو اللي بيخلينا متصلين بجد. ميزه الشهر ده ان هو بيكسر عزله الشاشات. لسه ما فيش تطبيق يقدر يديلك حضن على الفطار، ولسه ما فيش تطبيق ذكاء اصطناعي يقدر يطلع لك صينيه كنافه زي اللي بتعملها ستك او والدتك. رمضان هو اللي بيفكرنا ان احنا بشر ومحتاجين لبعض، ومحتاجين نضحك في وش بعض من غير ايموجي. انتوا عارفين وانا ماشي وسايب الحاج في السيده زينب، بصيت ورايا لقيته لسه بيكمل لزقه في النجمه اللي هي من ورق الجرايد. وقتها ادركت ان كلامه كان هو الخلاصه. ميزه رمضان الكبيره ان هو البوصله. الشهر ده بيجي كل سنه مره عشان يرجعنا لاصلنا، ويقول لنا ان الخير لسه موجود واللمه هي الاساس، وان اللوكيشن بتاع سعادتك مش محتاج لا انترنت ولا موبايل مشحون، هو بس محتاج قلب راضي ونيه صافيه وبيت مفتوح بالحب. رمضان 2026 مش مجرد تاريخ، ولكن دي فرصه عشان تدور على نفسك وسط الزحمه، وتتاكد ان مهما العالم اتغير روحك لسه محتاجه للنور القديم بتاع الفانوس الصفيح. ودي كانت رحلتنا النهارده في اجواء رمضان اللي جاي. ربنا يبلغنا واياكم الشهر الكريم واحنا في احسن حال، لمين مش مفرقين. وقبل ما تقفل الفيديو، لو القصه لمست قلبك اعمل لايك وشارك الحلقه مع حد بتحبه، وقول له رمضان احلى وانت معانا. يا رب زي ما بتنور بيوتنا بالشوارع والزينه، نور قلوبنا بالايمان والسكينه، واجعل رمضان ده بداية لكل واحد فينا. امسح فيه عن قلوبنا من تعب السنين، وبدل همومنا بجبر خاطر ما كانش على البال. قولوا امين.